عندما تدخل الأشواك والحصى الصغيرة وبقايا الحديد التي لا نراها وبعض من الأتربة في عينيك، فالأفضل أن تذهب إلى برج بوعريريج وبالضبط عند خالتي ربيحة، فلسانها برتبة عيادة خاصة للعيون. كيف تخرج هذه الأشياء من العيون؟ معاذ بوعريسة زارها في بيتها وبعث لنا هذا الريبورتاج. هذه العجوز التي تمشي على ثلاثة هي أشهر طبيبة عيون دون أن تدرس الطب. شلاخ ربيحة بنت سليمان 72 عاما في معالجة مشاكل العين من التهابات وحساسية، فضلا على أنها تخرج الحصى والحديد والشوك من أعين المرضى. دارت صلاحي لقيتها تحسن الناس كيجيو هكذا واحد نقول له مثلا عنده قلنا تخشى، عنده شوكة حنديت نحيا له باللوقاط، عنده مثلا الزجاجة والله كيما نقولوا سودور تعقب له الاخر اسمه ذاك الذكير كيما نقولوا، ما تقيسلوش عينه يعني هكذا، تقرب له مليح هكذا، دير له بالذكير حتى يطلع على ذيك الحديده اللي طاب تاع السودور. والورديه تنحيها كيما كنت نقول لك قبيل، تنحيها كيما نقولوا حنايا برقه تاع كرم، ولا كاين مهراس تاع السكر. واحد مريض من عينه حتى راح زعما للطبيب وكل ما لازم وما قدرش ينحي له، حتى ولا جابوه لهنايا نحات له راه لاباس. يضرب الناس في الأرض قاصدين قرية الكحول ببلدية تقليعة ولاية برج بوعريريج، يبتغون الشفاء بلمسة لسان خالتي ربيحة، فلسانها برتبة عيادة خاصة للعيون. بيب ويرجع ليها هي تنحي له، وكي تنحي له بحول الله ان شاء الله يعني يروح بخير. في الساعة اللي تنحس له انا نسألوهم احنا راك لاباس من عينك؟ يقول لك ايه راني الحمد لله. نوليو صحيح خلاص بين عينك تدق فيك حاجة، ومن بعد تلحسها لك هي خلاص بقات عينك كيما الايام الحمد لله. هاك فايق. تقوم ربيحة بشرب قليل من الماء، ثم تقوم بالمضمضة، بعدها تبصق في الإناء، وهي في ذلك تجهز لسانها لعملية لحس عين هذا المريض. تقترب من عينه ثم تقوم بإدخال مقدمة لسانها وتحركه ذات اليمين وذات الشمال بحثا عن أشياء داخل العين. لاحظوا جيدا، خالتي ربيحة تخرج حصى سوداء وتحاول مرة ثانية علها تجد أشياء أخرى. قالوا لي بلي كاينه حاجه هنايا تمسح العينين. جيت. واش عندك انت؟ في الحقيقه عندي ظفر في عيني، مشيت زوج لي سبيسياليست وما جابش رب العالمين شفاء. وحتى الحاجه قالت لي ما نقلعش الظفر، حتى انا شفت بلي خرجت حجره صغيره تراب صغير من عيني. هذا المريض لم يأتي للعلاج، لكن خالتي ربيحة أدخلت لسانها لفحصه، والنتيجة أنها وجدت أكثر من حصاة داخل عينه. تتفحص عينه مرة أخرى فتجد المزيد من الحصى. هذا أمر غريب. والله وش راح نقول، يعني شهادة يعني على المباشر لهنا. أنا جيت كضيف يعني وحبيت ندير التجربة هذه. سييت يعني ما طمعتش عينيا نلقى فيهم هذو الحجار هذو كل مي كي حاجة لهنا استغربت، يعني لقيت حجار في عينيا. كنت مدة يعني وانا هكذا ما نحسش بهم، مي كي درت لي لحست لي عيني الحاجة لهنا جبدت لي هذو حوايج تول على المباشر يعني بارك الله فيها كما راكم تشوفوا. يعني ها يعني الحوايج اللي جبدتهم لي الحاجة كما نور يشع من ملامح خالتي ربيحة صاحبة 86 سنة. هي اليوم تحلم بأن تزور بيت الله الحرام. أمنية نتاعها إن شاء الله قالت لك نروح لبيت ربي رغم السن، لكن قالت لك ركايبي مريضة
رب العالمين راه إن شاء الله يقدرها، وإن شاء الله ربي يسخر لها شخص مجهول من أعمال الخير يديها. هي راهي ما زارتش بيت ربي، لكن نعتبرها حاج بيت ربي بفضل العمل اللي راها تجتهد فيه. عالجت شلاخ ربيحة بنت سليمان مئات الحالات المستعصية بفضل الله بلمسة من لسانها فقط ودون أن تتقاضى أجرا، وهي تريد أن تقول: لساني أتكلم وأتذوق به ولي فيه حكمة أشفي بها المرضى. معاذ بوعريسة لبرنامج مراسلون.